طابت أوقاتكم. تمكن الثوار في درعا من تحرير سجن غرز المركزي بعد معارك مكثفة مع قوات النظام انتهت بالسيطرة على السجن وإطلاق سراح المئات من المعتقلين. السلام عليكم، نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام ونقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج مع الحدث، والتي نتناول فيها آخر التطورات الميدانية في درعا، حيث تمكن الثوار بالتزامن مع الذكرى الثالثة للثورة السورية من تحرير سجن غرز المركزي بعد حصار دام قرابة الشهرين خاض خلالهما الجيش الحر العديد من المعارك، وانتهت بتكبيد قوات النظام خسائر فادحة في الأرواح خاصة على مستوى الضباط، فضلا عن اغتنام الثوار لكميات من الأسلحة النوعية والعتاد، ما يشكل ضربة قوية لقوات الأسد. ونتج عن عملية تحرير السجن إطلاق سراح المئات من المعتقلين، أمر يعطي دفعة كبيرة للثوار على كافة الأصعدة في ظل تزامنها مع ذكرى الثورة السورية. مشاهدينا الكرام، نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. بالتزامن مع انطلاق ذكرى الثورة السورية في درعا وبعد معارك كثيفة، تمكن الجيش الحر من تحرير سجن غرز المركزي في درعا وإطلاق سراح مئات المعتقلين. السجن الموجود في ريف درعا الشرقي مستهدف منذ فترة ليست بالقصيرة من جانب الثوار، ويحوي العديد من المعتقلين، حيث تمكنت فرقة اليرموك التابعة للجيش الحر في بيان نشره المكتب الإعلامي للفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي من السيطرة على سجن غرز بعد قرابة شهرين من حصاره واشتباكات في محيطه. البيان أفاد بأن عناصر الجيش الحر تمكنوا من تحرير 294 سجينا، إضافة إلى قتل عدد من الضباط والجنود التابعين للنظام، بينهم العميد علي مصطفى القاسم والرائد أحمد كحيل من أبناء مدينة السلمية بريف حماه، إضافة إلى صف ضباط برتبة ملازم وجنود من عناصر النظام. الثوار سيطروا على سرية حفظ النظام التابعة له قرب مدينة درعا، ويتم الآن تأمين كافة المعتقلين ممن كانوا فيه ونقلهم لخارج السجن. يذكر أن السجن المحرر يضم مبنيين، الأول هو المبنى الإداري مؤلف من 7 طوابق، والثاني من 4 طوابق. ونوه المقاتلون إلى أن السجناء كانوا محتجزين في الطابقين الأول والثاني من المبنى. وعلى صعيد الأوضاع الميدانية في باقي مناطق درعا، اشتبك الجيش الحر مع قوات النظام على جبهة سملين في بلدة إنخل بالريف، بينما تعرضت أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درعا البلد لقصف بالمدفعية الثقيلة. تحرير سجن غرز المركزي يشكل ضربة قوية يوجهها الثوار للنظام بانتظار تحرير العديد من النقاط الحصينة في طريق الثورة نحو إسقاط النظام. وللحديث عن هذا الموضوع معنا من درعا كلا من الناشط محمد إبراهيم مراسل شبكة شام، وأبو هادي العبود القائد العسكري للواء فلوجة حوران وقائد العمليات العسكرية في معركة السجن. أبو هادي، أبدأ معك وأرحب بكم ضيفي العزيزين. هل حدثنا أبو هادي عن عملية تحرير سجن غرز المركزي؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا على هذا الإنجاز العظيم وعلى ثبات أبطال الجيش الحر كافة. المعركة لم تكن موجهة في البداية لسجن غرز المركزي، ولكن نتيجة إطلاق الحصار التام على المواقع الأمنية والعسكرية المتواجدة في المنطقة الغربية من محافظة درعا والمنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية، أدى ذلك إطلاق الحصار إلى أضعاف النظام في عدة مواقع، وكان بداية هذه المواقع سرية حفظ النظام ومن ثم سجن غرز المركزي. يعني أبو هادي، أنتم يعني لم تكونوا تحضرون لتحرير السجن بحد ذاته، كانت العملية تستهدف محيط السجن أو المناطق المحيطة بهذا السجن؟ لم تكن العملية العسكرية موجهة مباشرة لسجن غرز المركزي، ولكن كانت نتيجة إطلاق الحصار العسكري على المنطقة العسكرية والمنطقة الأمنية المتواجدة بالنسبة لمحافظة درعا، مدخل مدينة درعا من الجهة الشرقية اللي هي قرية نعيمة والمناطق المحيطة بها. أدى ذلك العمل بحمد الله تعالى إلى سقوط المواقع الواحد تلو الآخر. بداية كان سرية حفظ النظام، وعقبها سجن غرز المركزي وتحرير المساجين الموجودين بالكامل والحمد لله رب العالمين. والعملية العسكرية إن شاء الله مستمرة لباقي المواقع
العسكرية انطلاقا من حاجز الصوامع وحاجز قصاد، مع ابقاء قوات القطع وقوات الردع الموجوده على جبهه الدويه مقابل بناء فرع الامن الدولي. نعم، جميل أبو هادي. طيب كم يبلغ عدد السجناء المحررين من هذا السجن؟ الحصيله النهائيه والاوراق الرسميه اثبتت بوجود 294 معتقل بالاضافه الى 3 نساء، اذا العدد الكامل يحرر. نعم. طيب هل تم أسر أي من ضباط أو جنود النظام في هذه العملية؟ عملية الإحصاء والإخلاء ما زالت مستمرة. طبعا تعرضنا لهجوم عنيف في الصباح الباكر من قبل الطيران ورمايات بالبراميل المتفجرة، زائد رمايات بالهاون والمدفعية الثقيلة من عدة محاور، أدى ذلك لتأخير عملية الإحصاء والحصيلة النهائية لما أسفرت عنه العملية. ولكن هناك للأسف العديد من القتلى، ولدينا كوكبة كبيرة من الشهداء ما زالت تسقط وتتوالى. وهذا العمل العسكري ما زال مستمر مهما كان الثمن. نحن معتادون على البذل ودفع الثمن الغالي والرخيص من أجل التحرير وليس التدمير. بإذن الله. طيب أبو هادي، أنت قائد لواء فلوجة حوران، شاركتم بهذه العملية مع من من الكتائب والألوية الأخرى العاملة في حوران؟ نحن شاركنا مع العديد من الألوية والكتائب والفرق المتواجدة في المنطقة الجنوبية من محافظة درعا، والتي هي تضم ألوية الجبهة الجنوبية كافة بدون تفصيل أو تحديد أسماء. ولكن هناك العديد من الأسماء التي شاركت عاجز عن ذكرها من أجل أن لا نقص حق أحد. ولكن بحمد الله رب العالمين العملية العسكرية تضم ألوية الجبهة الجنوبية والتشكيلات العسكرية التابعة لها. أبو هادي، يعني لو طلبت منك أن توضح لنا الأهمية الاستراتيجية لمنطقة السجن والمناطق المحيطة بها. نعم، طبعا المنطقة هي تعتبر مثل الخنجر في خاصرة المناطق المحررة. كان النظام يستهدفنا بشكل يومي على المناطق المحررة، وخصوصا أن الطريق الواصل بين الشرق والغرب المحرر كان النظام يحاول فرض سيطرته عليه. ولكن بحمد الله تعالى بعد دراسة الواقع والاستطلاعات التي قامت فيها الكتائب والسرايا المختصة بهذا الموضوع، قمنا بتحديد الطرق المهمة من أجل السيطرة عليها وقطع أو تقصير يد النظام من السيطرة على هذه الطرق التي تعتبر لدينا طرق استراتيجية ومهمة جدا. قمنا بداية بعمل سابق وهو قطع طرق الإمداد على محافظة درعا من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية لمحافظة درعا، ونحن الآن بصدد الاستمرار لقطع طرق الإمداد على النظام وتأمين طرقنا من خلال تأمينها بمواقع حماية ومواقع إسنادية من أجل كف يد النظام عن هذه المناطق. في حال إن شاء الله تم التحرير الكامل للمنطقة سيكون هناك محور طويل جدا امتداده مئات الكيلومترات يمتد من الريف الغربي وانتهاء جميل إلى حدود السويداء. نعم، ابقى معي أبو هادي، سأعود إليك. أنتقل الآن إلى محمد إبراهيم. محمد، ما هي آخر الأخبار الميدانية في درعا عموما اليوم وفي محيط سجن غرز والمناطق المجاورة على وجه التحديد؟ الخبر الرئيسي والمهم نعم اليوم هو كان تحرير سجن غرز المركزي. ردا من النظام على هذا التحرير قام بقصف عدة مناطق في ريف حوران الشرقي وريف حوران الغربي أيضا ودرعا المدينة. كما عودنا النظام فهو يكثف قصفه على المناطق المدنية بعد تحرير المناطق العسكرية من قبل الجيش الحر وعدم قدرته على الرد عسكريا على قوة الجيش الحر وامتداده على الأرض والميدان. نتكلم الآن عن مدينة نعيمة وهي التي تتحمل العبء الأكبر من هذا القصف ومن هذه المعاناة منذ بداية الحصار الذي تكلم عنه القائد العسكري أبو هادي. هذا الحصار بدأ منذ شهرين، تحملت مدينة نعيمة عبء كبير على هذا الحصار، سواء العبء المادي والحاضنة الشعبية للثوار والمجاهدين بتأمين مقرات وتأمين مستلزمات الثوار ومقراتهم، أيضا الأعباء
من القصف وتلقي البراميل سواء بالطيران المروحي والهاون أيضا والطيران الحربي. شهدنا يوميا بعض الأيام كان يسقط على مدينة نعيمة فقط في اليوم الواحد 11 برميلا. أيضا شهدنا لأول مرة في حوران ربما إلقاء براميل متفجرة ليلا مساء على مدينة نعيمة، هذه المدينة الصغيرة المجاورة لمدينة درعا من الجهة الشرقية. طيب محمد، يعني بالنسبة للسجناء الذين تم تحريرهم من سجن غرز، يعني هل وصلتكم أي شهادات من قبلهم لما تعرضوا إليه من أعمال تعذيب وانتهاكات ضد حقوق الإنسان داخل هذا السجن؟ نعم، لا زال السجناء في حال التقاء مع أهاليهم وفي وضع تأمين طرقهم إلى مدنهم سواء في كافة أنحاء حوران. لم نتلقى أي شهادات ولم تصلنا أي شهادات من هؤلاء عن ما تلقوه خلال فترة الحصار في السجن، ولكن ربما نشهد مقاطع فيديو تظهر وشهادات نوثقها إن شاء الله لكم وسوافيكم بها فور تسجيلها. نعم، ابقى معي محمد، سأعود إليك. أنتقل إلى أبو هادي. أبو هادي، يعني من الملاحظ مؤخرا أن هناك تناغم ما بين تحرير المناطق في ريف درعا وفي ريف القنيطرة. ما مدى التنسيق بينكم وبين ثوار القنيطرة وريفها؟ طبعا بداية أحب أن أبدي الشكر على الأخ محمد إبراهيم الذي توجه بالتنويه إلى مدينة نعيمة أو قرية نعيمة وما تتعرض له. أنا تعتبر شهادتي مجروحة ما أني من أحد أبناء هذه القرية المناضلة والثابتة. أرجع وأكرر شكري للأخ محمد إبراهيم. بالنسبة لعمليات التحرير المستمرة والمتناغمة، هناك قيادة عسكرية موحدة في الداخل نتبع لغرفة عمليات عسكرية تابع لهيئة الأركان بقيادة اللواء البشير. نقوم بالتنسيق مع كافة القطاعات وكافة الجهات المشاركة بالأعمال العسكرية، وبفضل الله نقوم بأعمال عسكرية هدفها التحرير وليس التدمير والمحافظة على الإنسان. نعم. طيب أبو هادي، ماذا عن المعارك التي تدور في محيط سجن درعا المركزي؟ طبعا المعارك مستمرة بعد تحرير بناء السجن. سنقوم إن شاء الله بإعادة رصد الصفوف بعد إحصاء الشهداء وإحصاء القتلى من قبل النظام وعمليات الإخلاء. سنقوم إن شاء الله بالتجهيز لعمل عسكري مستمر من أجل تحرير المنطقة كاملة الممتدة مثل ما ذكرت في السابق من مدينة درعا غربا وباتجاه باقي المناطق حتى نحرر طرق الإمداد وطرق تحرك الثمار من أجل إبقاء عملية التنقل بين الشرق والغرب آمنة إن شاء الله. نعم. ولكن النظام حاليا يتخطط بشكل غير طبيعي عمليات قصف همجية من خلال طلعات طيران الميج والقصف بالبراميل المتفجرة، ولحد الآن الطيران ما زال في الأجواء ويقوم بإلقاء البراميل المتفجرة. تعرضنا لإلقاء البراميل في ساعات متأخرة من الليل، والآن هناك عمليات قصف ممنهجة لكافة المناطق المحررة وخاصة قرية نعيمة تتعرض لهجوم عنيف جدا بالقذائف من كافة الصنوع. النظام متخبط، ليس لديه ردة فعل إلا ضرب المدنيين وقتل المدنيين من أجل إضعاف الحاضنة الشعبية. ولكن نحن من منطلق ثابت، ثورتنا مستمرة إن شاء الله مهما تعرضنا لقتل وتدمير وتهجير، ثورتنا مستمرة. لقد زفينا كوكبة كبيرة من الشهداء ومن بينهم شخصيات قيادية أدى هذا إلى فقدان لبعض الشخصيات العسكرية. نذكر من بينهم الشهيد البطل عبد الرحمن خليل رحيل أبو يوسف الزرقاوي اللي كان من أهم الأجنحة العسكرية الموجودة في المنطقة، وأحد القادة الميدانيين البارزين أحمد محمد السلخبي الزعيم أبو خالد. أدى ذلك إلى ضعف نوعا ما بالحالة النفسية، ولكن ثبات الشباب شباب الجيش السوري الحر نعم وإصرارهم على التحرير أكملوا العملية العسكرية بثبات. نحسبهم عند الله شهداء أبو هادي. لكن أريد أن أسألك، يعني إن كان لاحظتم وجود أي من الميليشيات الطائفية الشيعية المساندة للنظام، إن كان من إيران أو من العراق أو من لبنان في هذه المعركة؟ طبعا كان لهم تواجد كبير وخاصة في منطقة الأمن الجوي اللي هي المخابرات الجوية. لقد اعترضنا ارساليات اثبتت انه هناك قوى من حزب الله اللبناني وضباط ايرانيين بالاضافه الى فصيل
من ابو الفضل العباس حاول استخدامه النظام من اجل فك الحصار، نظرا من النظام بانهم على قدره عاليه من اجل فك الحصار، ولكن ثبات الجيش السوري الحر بفضل الله تعالى ومسمى بفضل مقاتلين الجيش السوري الحر كافه ادى الى كسر هذه الالوف التي تعتقد بانها تقدر على ثني عزائم رجال الجيش السوري الحر. نعم، شكرا لك أبو هادي. أعود من جديد إلى محمد الإبراهيم. محمد، يعني في ظل هذه المعارك إنسانية، أين يقف المدنيون في المناطق التي تجري فيها الاشتباكات؟ نعم، ذكرت لك أخي الكريم أن مدينة العايمة هي تتوسط هذه المنطقة الأمنية خلال فترة الحصار. بالنسبة لباقي مناطق حوران فباقي القرى بعيدة عن مناطق الاشتباك في هذا المربع الأمني ومنطقة الحصار. ربما تقوم بتأمين مقرات بعد انسحاب المجموعات اللي تقوم بتأمين استراحة مؤقتة لهم والعودة لها، ولكن تعرض للقصف مباشرة كانت تتحمل مدينة عايمة فقط هذا العبء من القصف، ومنطقة الاشتباكات فقط كانت حول مدينة عايمة فقط، كون هذه المنطقة هي مربع أمني شرق مدينة درعا، ويقع بالنسبة للريف درعا الشرقي، يقع بالنسبة للريف درعا الشرقي من الجهة الغربية. فقط مدينة عايمة كما ذكرت وسبقت لك بالجواب. نعم، أشكرك محمد الإبراهيم على هذه التفاصيل. أعود إليك أبو هادي. أبو هادي، يعني تحرير سجن غرز طبعا يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة لانطلاق الثورة السورية. هل من كلمة تودون توجيهها إلى ثوار الداخل، إلى أهل سوريا بشكل عام؟ طبعا هناك الكلام الكثير لاخوتنا الثوار. بداية مع باختصار لو سمحت أبو هادي، لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت. بداية مع انطلاق الذكرى الرابعة للثورة السورية المباركة، نحب أن نوجه رسالة لكافة العالم. نحن إن شاء الله مستمرون بثورتنا مهما تعرضنا لضغوطات ومهما تعرضنا لحرب سواء داخلية أو خارجية، فنحن إن شاء الله رجال الجيش السوري الحر ماضون بتحرير الأرض والإنسان لغاية آخر قطرة من دمائنا جميعا. وأحب أن نوجه تحية لكافة المقاتلين المتواجدين، الرحمة لأرواح شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية إن شاء الله لبعث الأسرى في كافة أنحاء الأرض الحبيبة. شكرا لك أبو هادي العبود، القائد العسكري للواء فلوجة حوران، وأشكر أيضا الناشط محمد الإبراهيم مراسل شبكة شام، والشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.